انا مش عارف ليه متردد، بس انا محتاج مساعدتكم جدا. سواء انتوا كنتوا في مصر، الدول العربية او امريكا، انا محتاج مساعدتكم. هقدم لكم فرص كتير وهحتاج منكم انا فرص كتير. والفيديو ده هيكون فيه فضفضة وهنرغي فيه كتير. كنت انا عملت بوست وقلت فيه ان بكرة عيد ميلادي اللي هو النهاردة، يعني تمام خلاص. الواحد كده ايه، اتم او يوم ميلادي، عشان كلمة عيد يعني احنا عندنا عيدين، عيد الاضحى وعيد الفطر. يوم ميلادي النهارده او ذكرى ميلادي النهارده. فانا كملت 39 سنه، وعايز لما اكمل ال 40 سنه باذن الله تعالى اكون تخلصت من عوائق كتير حاصله عندي. فانا محتاج مساعدتكم في اللي انا هحكي معاكم فيه. فانا البوست اللي انا عملته امبارح قلت لكم ان انا هعمل لكم فيديو طويل، هياخد مثلا ايه، بتاع نص ساعه 40 دقيقه، لسه مش عارف هياخد وقت قد ايه يعني. المهم في الفيديو ده انا هحكي فيه عن شويه حاجات في غايه الاهميه انا محتاج احكيها معاكم. انا زي ما حوالي ما يقرب من سنه او 23 اكتوبر 2023 انتقلت انا وزوجتي وصوفيا الى امريكا، وفي شهر 5 ربنا رزقنا ببلال واستقرينا هنا. تمام. فاحنا هنقسم الفيديو لثلاث اجزاء. اول جزء هتكلم فيه عن المعاناة او التحديات، مش هقول معاناة يعني ايه. الحياة الدنيا دي هي دار الشقاء، مش دار البقاء. فكده كده لازم هنلاقي معاناة في كل حاجة يعني. فانا هنا مش جاي عشان اشتكي وبتاع وكده يعني، انا جاي افضفض معاكم، اقول لكم على التحديات اللي انا قابلتها في الفترة دي، وايه القرارات اللي انا خدتها عشان خاطر اتخطى التحديات دي. وبعدين هنتكلم بشكل اكبر شوية في فرص للناس اللي موجودين في مصر وفرص للناس اللي موجودة في امريكا. ماشي، هنخلي بتوع امريكا للاخر عشان هم معاهم نت كتير، فيقدروا يستحملوا يتفرجوا على الفيديو لحد اخره. ونستعجل شوية ايه للناس اللي في مصر، عشان انا مصري، كنت في مصر واهلي في مصر، فعارف موضوع الانترنت ايه يعني، صعب يعني. اول حاجه، انا لما جيت وصلت امريكا، انا قبل ما اخد زوجتي وبنتي لامريكا كنت انا بروح امريكا او كنت عايش في امريكا لوحدي. فكنت مثلا بأجر غرفة لوحدي ب 400 دولار، ب 500 دولار. الأكل، أنا مش من الناس اللي بتهتم بالأكل قوي، فأي حاجة باكلها بتسد جوعي وتمام. وممكن أكل طاقة واحدة في اليوم أو وجبة واحدة في اليوم يعني، أو وجبتين بالكتير، وكده أنا زي الفل تمام يعني. المهم لما انتقلت هنا بقى لقيت إيه الموضوع، لا أنا هنا محتاج إن أنا أأجر شقة أو بيت، عشان خاطر أنا مش هينفع إن أنا أسكن في سكن يعني. انا مأجر غرفة مثلا وفي حد تاني مأجر غرفة جنب زوجتي وعيالي وكده والكلام ده، او واحدة تاني مأجرة غرفة جنب انا، فاهم؟ مش هينفع يعني. المهم أجرت بيت ولقيت ايه، ان الايجارات كلها ارتفعت. الانفليشن هنا او التضخم برضو مؤثر جدا في امريكا، مخلي ايه كل الاسعار ضربت. كرتونة البيض اللي هي ال 12 بيضة كنت بجيبها مثلا بدولار ونص، بقت دلوقتي ب 4.5 دولار او كده يعني. المهم الاسعار زادت يعني. فالمهم اسعار زادت في كل حاجه، في الايجار، في كذا في كذا في كذا. فانا لقيت عليا ضغط كبير جدا جدا. لما انا كنت في مصر كنت مثلا ايه، بعمل لي من شغل الفريلانس حوالي 1500 دولار، ده المتوسط يعني. ايه، من خلينا نقول من 1000 ل 2000 دولار. تمام، بس المتوسط بتاعها 1500 دولار. ال 1500 دولار في مصر كانوا بيعيشوني زي الفل، عايش ساكن مأجر شقة 3 أوض وحمامين وبتاع في مدينتي، والدنيا رايقة والحمد لله تمام. هنا بقى أنا مأجر اسمه حاجة اسمها تاون هاوس. ماشي، تاون هاوس مأجره غرفتين وصالة ومطبخ وحمام ب 1575 دولار في الشهر. انت كده ايه، لسه لا اكلت ولا شربت ولا دفعت ميه ولا غاز ولا نور ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله. فمصاريف كتير، اللي هو ايه ده. وطبعا ايه، احتجت ان انا اشتري عربيه، لان العربيه اللي كانت معايا هنا في امريكا باظت، المحرك بتاعها باظ، فاضطريت ان انا اشتري عربيه عشان تمشينا وبتاع وكده يعني. وطبعا مصاريف العيال، واذا كان في حضانه، واذا كان في كشف، واذا كان في حمل بتاع شيماء، واذا كان في ولاده، واذا كان في كذا. فالموضوع بهوأ مني بشكل كبير جدا، اللي هو ايه ده، انا اتصرف ازاي؟ فبدات ان انا بقى ايه، قلت كده كده انا معايا شغل الايه، البرودكت فيديوز اللي انا بعملها. طبعا البرودكت فيديوز اللي انا بعملها قلت لنفسي ايه، قلت يا احمد لو انت مثلا عملت لك كل يوم فيديو ولا فيديوهين ب 100 دولار،
يبقى انت كده مثلا ايه هتعمل لك مثلا متوسط $100 في اليوم. طب $100 في اليوم يبقى $3000. $3000 مش هيعملوا حاجه شيء بصراحه، مش هيكفوني بحاجه يعني. ليه؟ لان طالع منهم نصهم ايجار، انت لسه ما كانتش اترشيت ولا اي حاجه. شوفي استني كده، تعالي كده قولي هاي هنا اهو، قولي هاي. ماشي. فالمهم قلت طب خلاص خليني ادور على ايه مؤقتا لحد ما اكبر الدنيا بتاعت الفيديوهات والحاجات دي كلها، والواحد يخش له مثلا دخل كبير. خليني اشوف مثلا حاجه زي فول تايم جوب. فقلت اوكي، انا ايه اللي انا عندي؟ ترجمه. طيب الترجمه دلوقتي خلاص سوقها خلاص، بالذات بقى الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها. ففي شركات كتير بقت بتستغنى عن المترجمين وتعمل ثواني وارجع لك. يلا طرقنا صوفي. المهم فكرت في الترجمه، لقيت ان الموضوع ايه مش هيظبط بسبب بقى ايه؟ بسبب ان في منافسه شديده، وكمان في استعانه كتير بفكره الاوفرسيز. يعني ايه الاوفرسيز؟ يعني اغلب الشركات بدات دلوقتي توظف ناس من خارج امريكا عشان خاطر ما يدفعش مثلا بسعر الساعه الامريكي، لا يدفع بسعر اقل. يعني لو مثلا في حد شبهي مترجم في مصر، هم ممكن يعينوا حد من مصر ويدوا له $1000 في الشهر، او يدوا له $1500 في الشهر، بدل ما يعينوا مترجم في امريكا ويدوا له $5000 مثلا. وبجانب الكلام ده في شركات تاني استعاضت عن فكره المترجمين الهيومنز اصلا ل artificial intelligence. دلوقتي خلاص تقنيات الذكاء الاصطناعي وصلت لمرحله كبيره جدا ان هي تقدر ان هي تترجم ترجمه مشابهه للترجمه اللي بيترجمها المترجم المتمرس يعني. المهم الشركات كتير بقى بتعمل تخفيض في التكلفة. الشركات دي امازون وجوجل ومايكروسوفت وغيرها 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 ممكن يكون بيخش لهم ارباح بمليارات الدولارات، بس لا ازاي احنا هنوظف الناس دي كلها عشان تاخد مننا فلوس؟ لا، ما اركن بقى الناس دي على جنب كلها، ايه اركن لي بقى، سرح لي بقى المطورين وسرح لي الكلام ده كله، وتعالوا بقى نستخدم محركات الذكاء الاصطناعي عشان خاطر ايه يستفيدوا من الحاجات بتاعتنا وكده يعني. فاللي هو بصراحة الموضوع بالنسبة لي كان رخم جدا جدا في حته ان انا الاقي وظيفه في مثلا بالشهاده بتاعتي، يعني مثلا بالترجمه او حاجه زي كده. فقلت خلاص افكس بقى للترجمه، تعال نشوف بقى ايه ده يا كيميا، مش انت اصلا ليك في السوشيال ميديا وبتعرف تكبر مثلا البيج بتاعتك وبتعرف تصنع محتوى او كذا وكذا، ما تشوف مثلا حاجه في مجال السوشيال ميديا مانجمنت. فقدمت على كذا وظيفه في وظائف كوظيفه مثلا انا ابقى سوشيال ميديا مانجر، او ان انا مثلا ابقى براند استراتيجي او كذا او كذا، على كوظيفه 9 to 5 بيسموها 9 to 5، او يعني وظيفه 8 ساعات يعني دوام كلي. عملت كذا انترفيو بس الموضوع ايه ما ظبطش. قلت لنفسي ايه، بص يا احمد كده ايه الوضع مش نافع. جه في بالي حاجه، ان انا في 2018 اشتغلت بتاع شهرين كده مع شركه تشطيبات هنا في امريكا. اشتغلت معاهم في شغل النقاشه وكده يعني. قلت طيب هو انا اللهم لك الحمد الواحد عنده كذا كذا سكيل يشتغل عليه، يعني سكيل ترجمه موجوده، بس المنافسه والاي اي والحاجات دي كلها مش هتنفع. سكيل صناعه المحتوى موجوده، بس الدخل اللي بيجي من وراها مش هياكلني عيش هنا في امريكا. سكيل معرفش ايه تاني وحاجات تانية وكده، كورسات ولا حاجات زي كده. دلوقتي الكورسات لو انا مثلا هدي كورسات للناس اللي في مصر هيبقى الدخل بالجنيه. فاللي هو لو انا عايز مثلا اعمل $1000 فانا محتاج 50,000 جنيه يخشوا لي. تمام، 50,000 جنيه. لو انا عايز اعمل $5000 عشان يعيشوني يبقى انا محتاج $250,000 شهريا. فالموضوع ليه يعني مش هعرف، حوار صعب جدا يعني. فالمهم قلت لنفسي ايه، شوف موضوع النقاشه مش متاثره بالاي اي، مش متاثره بحاجات كتير جدا، وتشوف الدنيا فيها ايه. فرحت بعت للراجل صاحب الشركه، قلت له ايه، قلت له انا استقريت في امريكا انا وعيلتي، ولو انت احتجتني في شغل في النقاش عرفني. فقال لي ده احنا محتاجين جدا، ده احنا اصلا هنفتح. ان هم ايه، كانت شركه متخصصه في اقسام تاني في التشطيبات، زي مثلا التكييفات، الكهرباء، السباكه، النجاره، الحاجات دي، بس لسه بيفتحوا ديفيجن، قسم جديد في النقاشه. فقال لي احنا عايزينك تمسك الهيد بتاع الديفيجن ده. هشتغل بايدي، بس انا همسك المانجنج، يعني هيبداوا بي انا اول واحد اشتغل بايدي، وبعدين ايه الديفيجن ده كل ما بيكبر انا هبقى معاهم بقى ايه ماسك الدنيا دي كلها. فبدات ان انا اشتغل معاهم و
لسه اول امبارح كان مكلمني المانجر بيقول لي احنا خلاص الكومباني هتديك تراك خاصه بيك، مش هاخدها للابد يعني، هاخدها عشان الشغل وجاز كارد والكلام ده كله، وانت هتمسك بقى ايه الديفيجن بتاع النقاشه ده معانا، ان احنا هنوظف ناس هيبقوا تحت ايديك وكده يعني. فقلت لهم اوكي خلوني معاكم ويلا بينا. الموضوع ده هيبقى ايه فارق جدا جدا معايا. طيب انا خدتكم في المشوار ده كده في تحديات تاني بقى، ده انا كده اتكلمت معاكم في التحديات الماديه. في تحديات تاني زي مثلا ايه، بصراحه انا بفكر من ساعه ما جيت هنا امريكا انا والعيله، وانا بقى ايه عنايه وسط راسي ان بنتي ما تتعرضش مثلا لحاجه مخالفه لشرعنا، ان مراتي او وانا ما نتاثرش بالثقافه الامريكيه، الحاجات الوحشه اللي فيها ناخد منها الحلو بس، والحاجات دي كلها. وعنايه في وسط راسي طول الوقت وبتاع، وان الحاجات دي ينفع ان احنا نقلدها، والحاجات دي ما ينفعش ان احنا نقلدها، وكذا وكذا وكده يعني، لدرجه ان انا ايه سبحان الله يعني. انا كنت بسعى للسفر مع اهلي لامريكا بقالي فتره، وخلص اوراق وكلم السيناتور عشان خاطر يكلم السفاره ويسرع الاوراق والحاجات دي كلها، والحمد لله كله تم. بس برضه اول ما وصلت امريكا وشفت التحديات الكبيره دي، بدات افكر في الرجوع والاستقرار في مصر. انا حاليا دلوقتي عندي 3 تايم لاينز للرجوع لمصر، للرجوع والاستقرار في مصر. اول حاجه كمان 3 سنين، ده اول حاجه اسرع حاجه حاليا دلوقتي بفكر فيها. تاني حاجه كمان 5 سنين. تالت حاجه ماكسيمم 10 سنين. اكتر من 10 سنين انا مش ناوي ان اقعد. ليه بقى 10 سنين؟ عشان خاطر انا مش عايز صوفيا تكون في سن مثلا المراهقه وتكون بقى موجوده هنا وتتاثر بقى بالايه البوي فريند بتاعي، الجيرل فريند بتاعتي، معرفش ايه الحاجات دي كلها. لا 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 فكك، ماليش فيه يعني. وطبعا مشكله الحلال فود والحاجات دي كلها، بس الحمد لله يعني اتحلت. عرفنا كم مكان بيقدم، كم سوبر ماركت حلال فود، وكام مطعم برضو بيقدم حلال فود وكده يعني. فالحمد لله يعني الدنيا ظبطت يعني. نرجع بقى تاني لموضوع الفاينانشال. فده خلاني بقى ايه، خلاني ابعد تركيزي بقى في الشغل الفيزيكال، شغل النقاشه والديكور والحاجات دي كلها. خلاني يعني ايه اقصر غصب عني في صناعة المحتوى اللي بالعربي. لأن صناعة المحتوى اللي بالعربي مع إن دي حاجة أنا بحبها، إلا إن هو هيخليني مش عارف أعيش هنا بشكل كويس. دي أول نقطة. تاني نقطة الكورسات اللي أنا بعملها لايف توقفت عنها بسبب إن هي بعملها في الويك إند بتاعتي، فمش بلاقي وقت اقعد فيه مع اهلي. لان انا باخد مثلا محاضره من 2 ل3 ساعات او 4 ساعات، بقى اطلع منها مرهق جدا ذهنيا، فبضطر انام. فانا ضيعت مثلا 3 ساعات من اليوم الويكند اللي المفروض اقضيه مع مراتي وعيالي. ضيعت اول 3 ساعات في المحاضره اللي قبلها، بيبقى فيه مثلا بتاع ساعه تجهيز وكده يعني، ادي 4 ساعات، وبعدين باخد لي مثلا ساعه ولا ساعتين نوم، ادي كده 5 ساعات اليوم اتضرب تمام. فقلت حرام على نفسي ان انا اجهد نفسي طول الاسبوع شغال مثلا في شغل النقاشه والحاجات دي كلها، وارجع اروح عامل مثلا محاضره في محاضرات الكورس الفريلانس، واروح بعدها الاقي نفسي مش لاقي وقت اقعده مع مراتي وبنتي وابني وكده يعني. فقررت ان انا بقى ايه اوقف الكورسات اللايف. قلت يا دي احمد، طيب انت دلوقتي لما انت كنت بتدي كورسات اللايف كنت بتقدم حاجات معينه، زي ايه مثلا؟ زي انك انت بتشرح لهم انجليزي الفريلانس بالذكاء الاصطناعي، معرفش مشكلات معينه بتاع. طيب ما انت اوريدي عندك كورس فريلانس مسجل على موقع الفريلانس بتاعك اللي هو زدمي، ليه ما تعليش من جودته لدرجة ان هو يبقى مكافئ للكورس اللايف اللي انت بتديه؟ ناقص بس حتة المراجعة مع الناس. حتة المراجعة مع الناس دي تعمل لهم جروب يخشوا فيها مع بعض، يبدأوا ان هم يراجعوا الامور مع نفسهم وياخدوا اقتراحات من بعض، بحيث ان الموضوع ما يؤثرش عليك ويؤثر على الحياه بتاعتك، الحياه الشخصيه والعمليه بتاعتك. فقلت ايه، ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه
كل ويكند كده سجل لي مثلا محاضره ولا محاضرتين عن الحاجات الزياده. يعني مثلا ايه، انجليزي الفريلانس، ازاي تتعلم انجليزي خاص بمجال الفريلانس، مجموعه من الكلمات ومجموعه من المصطلحات هتفيدك في انك انت ايه ترن اي كونفرسيشن مع العملاء الاجانب، بحيث انك انت ما تقتصرش بس في شغلك مع الفريلانس مع الاجانب. دي اول نقطه. وطبعا ايه، ازاي تستفيد من محركات الذكاء الاصطناعي في شغلك كفريلانسر وتخليك مية مية يعني، تمام. سواء كان في كتابة وصف الخدمة، عنوان الخدمة، يساعدك مثلا يعمل لك ريفيو عن الخدمة بتاعتك، او يساعدك في الرد على العملاء بتوعك، والحاجات دي كلها يعني. برضو دي هنخصص لها برضو ايه محاضرة، وحاجات كتير تاني يعني. قلت لنفسي اوكي، انت كل فتره بتروح مزود كورس معين من الكورسات، وبقى لي فتره انا عمال اصرف على المنصه من هوستنج، من ديفلوبمنت، من التعاقد مع محاضرين عشان خاطر يعملوا كورسات وحاجات كتير زي كده. قلت لنفسي طيب ما تعمل، ودي كده هتدخلنا بقى ايه للسكشن الثاني. هو السكشن الثاني مقسم لكذا كذا جزء يعني. دخلنا السكشن الثاني من الفيديو، قلت لنفسي ايه، ما تعمل عرض محترم بمناسبه بقى عيد ميلادك، بمناسبه كذا، للناس اللي هي ايه سعر الاشتراك السنوي مثلا كتير عليه. يعني سعر الاشتراك السنوي حاليا 2270 او 2250 حاجه في الحدود دي. فقلت لنفسي يا احمد اعمل مثلا ايه خصم 50% للناس، فيبقى مثلا ب 1150 او حاجه زي كده للناس، بحيث ان الناس ايه 1150 الرقم كده ايه عاد. فتعالوا. ايوه يا شيماء. ايوه يا صوفي. نعم يا صوفي. تعالي وريني الدبوس. ده بتاعتك. ده بتاعتي؟ ماشي، شكرا يا صوفي، شكرا. يلا اقفلي الباب. شطورة. I'll never do this again when the ماشي. can't rely. طيب اوكي ماشي. الله يسلمك يا رقم ده دبوس، ده خطر، ده ممكن يخش في رجل حد كده. المهم 1150 رقم. بسم الله. تعالوا نخليه رقم سهل، 1000 جنيه الاشتراك لمدة 12 شهر في منصة الفريلانس. تاخد بقى ايه، كورس الفريلانس، كورس كانفا، كورس التعليق الصوتي، كورس الموشن جرافيكس، كورس تعديل الفيديو، والحاجات دي كلها تبقى متاحة ليك لمدة سنة. تذاكر، تراجع، وتكتسب مهارة تشتغل بيها. حلو حلو. خلينا نقول ايه 1000 جنيه بس. انا يعني انا ناوي الفلوس اللي هتخش بقى دي اللي هي من الاشتراكات بتاعتكم. وهنا انا مش بوعد وعد، عشان خاطر ايه الموضوع مش بايدي لوحدي، هيكون بايد المحاضرين اللي انا هتفق معاهم ان شاء الله باذن الله. الفلوس دي هاخدها كده وابدا بيها اتعاقد مع محاضرين يزودوا، يعملوا كورسات، مثلا ايه كورس في الكتابه، كورس في كذا، كورس في كذا، بحيث ان انا ازود من المحاضر، ازود من الكورسات اللي موجوده على المنصه. ف ده جزء كمان من الجزء اللي انا هتكلم فيه معاكم، الا وهو ايه، يعني احنا اوريدي خلاص اتكلمنا اهو ان في خصم 50 اكتر من 50% كده، خصم كبير جدا على المنصه في الاشتراك السنوي. اوكي، لسه ما عملتش الكيوبان كود وطريقه الاشتراك، بس دي هنقولها مثلا في الكومنتس تحت مع بعض، ماشي. فهنبدا ان احنا بقى ايه نعمل ده، وابدا ان انا اتعاقد مع محاضرين. فبرضه هعمل جوجل فورم. ماشي يا صوفي، اوكي. فهعمل جوجل فورم للمحاضرين في اي مجال من مجالات الفريلانس عشان خاطر يملوه، بحيث ان انا استفيد من خبراتهم في ان هم يعملوا كورس. يس اي سي يور هاند صوفي. ثواني وارجع لكم. برقنا صوفي للمره الثانيه. المهم ايه، انا محتاج محاضرين في كل مجال من مجالات الفريلانس، اذا كانت بقى ايه برمجة، كتابة، كذا كذا كذا. لو انت متخصص في مجال من المجالات اللي مش موجود منها كورس على المنصة، ارجوك خش واملى الفورم، لان انا محتاج حد يعمل لي مثلا يعمل كورسات، بحيث ان احنا ناخد الكورسات دي وننزلها على المنصة فالناس تستفيد بيها. فده الجزء الثاني من القسم الثاني من الجزء الثاني من الفيديو، تمام، اللي هو ايه فرصة عمل للمحاضرين او المتخصصين في مجال من مجالات الفريلانس. ولما
انت اكيد عارف نفسك، يعني عارف ايه المجال بتاعك اللي ينفع الناس تشتغل بيه في مجالات الفريلانس يعني. تمام. فالفورم ده هسيبه لكم مثلا في الكومنتس برضو، بحيث ان انتوا ايه تقدموا ونبدا ان احنا نتواصل معاكم ونشوف مثلا الخبرات بتاعتكم وكده، وبعدها بقى نتفق مع بعض على على سعر الكورس. انك انت ايه انت مش تاخد اشتراك مثلا او كده، لا انت مثلا هتعمل لي كورس معين وتقول لي يا كيميا خد الكورس اهو، وانا اقول لك قبل ما تعمل الكورس طبعا هقول لك بص المقابل بتاع الكورس هو المبلغ ده، تديني الكورس تاخد المبلغ كاملا، مش هتاخد حاجات مقطعه على حسب الاشتراك والكلام ده كله، انت هتاخد المبلغ كاملا يعني. تمام. دي تاني نقطه. تالت نقطه بقى الا وهي ايه؟ طيب دلوقتي منصه زدمي ليها قناه على اليوتيوب وليها صفحه على الفيسبوك، انا ما بعملش فيهم حاجه، ما بنزلش فيهم حاجه. ليه؟ لان انا مضغوط جدا في الشغل زي ما انا حكيت لكم. فانا محتاج صانعي محتوى مهتمين بالعمل عبر الانترنت، بتطوير المهارات، بالفريلانس، بكذا بكذا بكذا، عشان خاطر يصنعوا محتوى على الانترنت. المحتوى اللي هيصنعوه مش هيصنعوه ببلاش، ده انت هتصنعه بفلوس. مش بس كده، ده صناع المحتوى دول هيشتغلوا في زدمي، وهنبدأ ننقي منهم الناس المتميزة قوي ونروح ناخدهم على صفحة اي كيميا. ايه ده يا كيميا؟ صفحة اي كيميا دي مش بتاعتك انت؟ صفحة اي كيميا اللي فيها 1,300,000 متابع، والقناة اللي فيها ما يقرب من 300,000 سبسكرايبر، دي انا برضو هدخل معايا ناس فيها، بحيث ان هي تبقى زي ايه، كوميونتي من صناع المحتوى الصغيرين اللي بياخدوا فرصتهم في ان هم يظهروا قدام عدد كبير من الناس، طالما عندهم الملكة والمقدرة ان هم يعملوا محتوى جيد يفيد الناس. فما بقاش لوحدي كيميا المتفرد في على قناة اي كيميا ان هو يقدم له محتوى للناس، لا احنا ندي فرصة للناس اللي صوتها مش مسموع بس هي جيدة جدا، او في امل ان هي تطلع حاجة مفيدة جدا جدا للناس. فدي برضو النقطة الثالثة من الحاجات اللي احنا هنعملها، ومش هتبقى برضو ببلاش، هتبقى بمقابل. يعني انت هتيجي تعمل فيديو مثلا معين هتاخد عليه مقابل. تمام. بس طبعا انا مش محتاجك تعمل فيديو واحد، انا محتاج واحد يمسك سلسلة معينة ويعملها، يعني شغله يكون مستمر معايا، اللي هو كل اسبوع تطلع لي بفيديو شكل يعني وكده، يعني يكون الاساس فيها ان يكون فيه افادة للناس في مجالات العمل عبر الانترنت والربح من الانترنت، تطوير الذات. تطوير الذات مش انا مش بتاع تنميه بشريه، بالتنميه البشريه ليها ناس تانية وناس متخصصه ودارسه، دي مش بتاعتي. انا بتكلم على تطوير الذات في المهارات، تطوير المهارات، خلينا نسميها تطوير المهارات. اوكي. احنا كده خلصنا القسم الثاني صح؟ طيب نفضل بقى مع القسم الثالث. سبق وقلت لكم ده بقى الكلام بقى كده، انت لو في مصر او في دوله من الدول العربيه خلاص اقفل الفيديو كده، انت انا خلصت معاك. تمام كده بقى نخش على الناس اللي في امريكا بقى. تعالوا لي يا حبايبي عشان خاطر ايه احنا بقى نشتغل بقى مع بعض بقى، نحكي مع بعض كتير. في حاجات ظاهره هنا. تمام. هوريكم الفول بيكتشر دلوقتي. زي ما انا قلت لكم من شويه ان انا اول ما جيت امريكا بدات ان انا اشتغل في موضوع صناعه الفيديو. موضوع صناعه الفيديو يعني ايه صناعه الفيديو في امريكا بقى، اللي انا بعمله ايه، الشغل اللي انا بعمله في امريكا. بيجي لي عميل بيكون بيبيع منتجات معينه على منصات بقى ايه مختلفه، سواء بقى على تيك توك، على امازون، على كذا على كذا، عنده منتج بيبيعه. فبيقول لي بص يا احمد يا جوده، انا هبعت لك المنتج ده مجانا وعايزك تعمل لي فيديو عنه. اغلب الناس بتبعت المنتج مقابل فيديو. تمام. وفي ناس بتبعت المنتج وبتقول لي بص المنتج اهو، وانا اقول له ايه الفيديو هيكلفك $50، هيكلفك $100، هيكلفك 200، ممكن اقول له يكلفك 400 على حسب جودة الفيديو اللي هو عايزه يعني كده. في عملاء بتوافق وفي عملاء بترفض. لو المنتج غالي وحاسه هيفيدني وكذا 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 بقول ايه اوكي ابعته وانا اعمله لك بدون مقابل. فوصلت لمرحله ان انا بيجي لي كل يوم بمعدل مثلا ايه 3 4 5 منتجات، لدرجه ان انا فرهطت جدا، ما بقاش عندي القدره او الكاباسيتي، الطاقه ان انا اعمل كل يوم 5 6 10 فيديوهات بالشكل ده. الموضوع افادني جدا جدا من ناحيه ان انا يعتبر جهزت بيتي هنا من المنتجات اللي بتجيني بشكل مجاني، بس ضغط عليا في حته ان انا ايه مش عارف مثلا اخرج اشتغل شغلانه تدر عليا دخل كويس
يقدر يعيشني انا واهلي. لان انا لو عملت فيديو مثلا بشكل مجاني، طب ما انا ما دخليش فلوس. هو انا دخل لي منتج مجانا بس ما دخليش فلوس، ومش عايز اخش في الفرهده بتاعت ان انا استقبل كل المنتجات وابدا ان انا ابيع للناس، والناس بقى ابيع للناس مثلا على فيسبوك ماركت بلايس وكده، والناس بقى تقعد تفاصل معايا وهجي لك النهارده وهجي لك بكره، فاليوم هيتقتل هيضيع مني، فمش هعرف اعمل الموضوع ده. فتعالوا كده ناخد التليفون وناخد كده جوله سريعه للناس، عشان خاطر انا محتاجكم وهوفر لكم فرصه حلوه جدا جدا جدا. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ايه؟ دي كميه منتجات لسه ما اتسجلتش. يعني انا هنا هوريكم بس اوضه واحده في البيت اللي فيها كميه المنتجات. بص احنا لو دخلنا هنا ماشي، كل المنتجات اللي انتوا شايفينها دي لسه ما اتصورتش. برضو كل المنتجات اللي موجوده هنا دي لسه ما اتصورتش. مثلا من ضمن الحاجات، يعني انا جايه لي ايه، ده حاجه تبع الشغل عندي، دي بينت سبراير ماشي. ده ليزر، المنتج ده $300 290 او $275. المنتج ده عباره عن ليزر ليفل وحاجه كده ايه حلوه جدا. جايه لي بقى ايباد اكسسوارز، جايبه لي كذا، جايه لي كذا. لو دخلنا بصينا هنا، حتى هنا برضو ايه في منتجات تاني ماشي لسه ما اتفتحتش وبرضو ايه نفس النظام. لو دخلنا هنا كميه العاب كتير لصوفي جت، وكميه حاجات بقى ايه للبيت جت. يعني حاجات اسعارها بتتراوح، مثلا انا مش بقبل باي حاجه سعرها اقل من $20. تمام، انا الحاجه من $20 وطالع. في حاجات جاتني سعرها ايه 20 50 100 300 800 1000 1200 1300 وكده يعني. تمام، الحاجات دي كلها بيجي لك المنتج مجاني، المهم انك انت ايه تصور فيديو. ففي هنا هتلاقي ايه دي المنتجات اللي اتصورت واتعملت بس ملهاش استخدام عندي وهكذا يعني. لو جينا هنا طلعنا هنا صوفي، لو جينا هنا الكنبه دي جايه برضو من عندهم. عندي برضو ايه في كرسي ب $350 هنا ماشي. الكرسي ده ب $350 ده جه. الديكورات دي جت. الترابيزه بتاعت التلفزيون برضو جت من عندهم. الترابيزه دي بتاعت الكافي جت من عندهم. جاي لي حاجه فاني جدا جدا هنا، الا وهي سمارت تويلت. تمام، سمارت تويلت دي مثلا ب $1300 وهكذا يعني. الستاير دي برضو جت من عندهم. ولو دخلت الاوضه يعني في اوضه النوم في كميه بقى حاجات كتير جدا، المفارش بتاع معرفش ايه، حاجات كتير جدا جت من البائعين دول. البائع هدفه ان هو يجيله منتج معين ماشي، والحمام السكين كير وشامبوهات وبتاع وما اعرفش ايه، كميه حاجات كتير جدا اللي هو اي حاجه تتخيل ما عدا اكل حتى والله الاكل في الثلاجه عندي في ميه كده، نوع ميه معين، ميه بليمون كده، بعتوا كرتونه كده فيها 24 ازازه ميه وكده يعني. ف وفي اللي بيبعت مثلا ايه بسكوت صحي، في اللي بيبعت كافي. يعني بصوا في حد بعت لنا مثلا ايه كافي زي ده مثلا، ماتشا سويت لاتيه. خد قيس من ده حاجات، قيس على ده حاجات كتير جدا. مفارش وستاير البيت. انا مش عارف ده مفرش ولا ستاره، لان ده كده حاجه مش عارف هو يا مفرش يا ستاره. تمام، المهم اغلب الحاجات اللي موجوده في البيت بتجيلي. ده نفعني في كذا حاجه. نفعني في ايه بقى؟ نفعني ان انا اهرب من الكابيتاليزم. ان انا لما اجي اروح مثلا مكان معين واقول ايه ده انا عايز اشتري دي وعايز اشتري دي وعايز اشتري دي، خلاص انا جاتني قرفه من فكره المنتجات. انا ما بقتش يعني ما بقتش اروح مثلا وانبهر بحاجه اللي هو انا يعني ايه اي وانت ذس. حته الوانت يعني تقريبا ما بقتش اشتري حاجه اصلا يعني خالص. الحاجات كلها بتجيني. عايز مج معين، عايز مج مثلا ترافل مج عشان اروح بيه الشغل مثلا، بروح ايه ادخل على الماركت بليس بتاعت الفيديوهات، في منصه بدخل عليها البائعين اللي بيبيعوا المنتجات كلها، وابحث عن الحاجه اللي انا عايزها. حتى في شغل النقاشه بتاعي دخلت ودورت على حاجات خاصه بشغل النقاشه، لقيتها موجوده فاشتريت الحاجات الخاصه بالشغل بتاعي. لا انا ما اشتريتش يا ربي، تواصلت معاهم فبعتوا لي الحاجه. يعني انا في جاي لي 2 ليزر ليفل اللي بيعمل ايه الخطوط اللي هي الليزر ليفل، انتوا اكيد ممكن تكونوا عارفين يعني. المهم، وادوات التصوير واكسسوارات الموبايل
وحاجات كده وتابلتس جاي لي تابلت اندرويد وحاجات زي كده، حاجات كتير جدا. طب انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ بقول لكم الكلام ده لان انا ما بقاش عندي الاستطاعه ان انا اعمل الحاجات دي كلها لوحدي. فانا باذن الله تعالى الحاجه اللي انا هعملها مش هعملها لايف، هعملها مسجله عشان خاطر ايه؟ هعملها مسجله في وقت فراغي واخلص منها. الا وهي ان انا هعمل كورس عن صناعه المحتوى، صناعه كورس عن الايه، اليوزر جنريتد كونتنت، اللي هو ازاي تعمل فيديوهات للمنتجات، وازاي تتواصل مع العملاء وتتفق معاهم وتلاقيهم فين، وامتى تقبل بمنتج مجاني وامتى تقبل بيه بفلوس، وايه الحاجات اللي تتجنبها، وازاي تعلي من المشوار بتاعك ده. وهعمله بشكلين. هعمل واحد تشترك في الكورس او تشتري الكورس وشكرا كده تبدا انك انت تنطلق مع نفسك وتعيش حياتك مع نفسك وتمام التمام. ولنفترض مثلا الكورس ده هيكون ب$50 بس، وهعمل منه نسخه تاني هيكون فيها بقى ايه، كوميونتي بتاعتنا احنا، كوميونتي كرييترز. ليه بقى؟ هعمله مثلا في حدود $200. اللي ب$200 ده هتدخل في جروب معانا، تمام، كحد صانع محتوى فيديو معانا. في الجروب ده احنا هنبعت لك، يعني انا لما اجي اتفق مع عميل هقول له بص ابعت لي المنتج ده، يعني هبعت في الجروب مثلا اقول له ايه يا جماعه جاي سمارت واتش، اوكي، او جاي سماعه، او جاي كذا، او جاي كذا، مين حابب يعمل؟ واروح باعت لكم مثلا لينك المنتج، مين حابب يعمل ده؟ فيجي واحد منكم يقول ابعته لي انا، فيكون عندي العنوان بتاعك، فاروح مكلم السيلر واقول له ابعت لي المنتج بتاعك ده للعنوان ده، انت تحتفظ بالمنتج، يبقى انا جبت لك منتجات من خلالي تحتفظ بيه وتبعته وتعمل لي الفيديو وتبعته لي، وتروح واخد مقابل على الفيديو لحد ما تسترد $200 اللي انت دفعتها كلها. يعني في هيكون عندك اوبشن من اتنين، اوبشن انك انت تشترك في الكورس وتبدا تنطلق مع نفسك وتعيش حياتك بقى ايه، تبدا المشوار ده مع نفسك، واوبشن اتنين انك انت تنضم كعضويه معانا، نبعت لك احنا منتجات ونديك مقابل على الفيديوهات اللي انت هتعملها، بس هيكون ساعتها سعر الاشتراك في العضويه مع الكورس $200 وكده يعني. برضو ممكن اعمل لكم فورم اشوف ايه مدى اسمها ايه يعني، بنسميها ايه يا رب، مدى ايه، قابلية يعني ايه، نعمل لكم فورم تملوه، اعرف منها كم الناس اللي حابه مثلا الموضوع ده، فاشوف اذا كان الكورس ده ورثت ان انا اعمله ولا ما اعملوش وكده يعني. في ناس بتعمل طريقه تاني ان هي ايه، بتروح عامله نظام ريفيوهات وكده، بس احنا مش بنعمل، لان الريفيوهات اللي هي 5 ستار ريفيو والحاجات دي دي حاجه انا كنت اخش فيها، دخلت فيها فتره من الفترات ولقيتها ايه، عرفت بعد كده ان هي غير اخلاقيه اصلا يعني، وفيها بقى ايه مس جايدنس وبتاع ما اعرفش ايه والحاجات دي كده. فانا قررت ان انا ما بعملش 5 ستارز ريفيوز. انا كل اللي انا بعمله ان انا بيجيني المنتج ببدا ان انا اعمل فيديو عنه واتكلم عن الميزات اللي فيه، بس اللي عايز يشتري يشتري، انا مش هديله 5 ستارز ولا الكلام ده كله يعني. بس دي الفضفضه بتاعت كيمياء، وكل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانت طيب يا كيمياء، ذكرى ميلادك النهارده، وبس كده. حلوه الفضفضه ولا مش حلوه؟ كملت الفيديو للاخر ولا ما كملتوش؟ طب كملته منين؟ كملته من مصر ولا كملته من امريكا ولا كملته منين بالظبط؟ قولوا لي في الكومنتس تحت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.